السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، هذه أبرز العناوين. الاتحاد الإسباني يصدر بيانا رسميا عن حكم مباراة أوساسونا وريال مدريد. قبل الخوض في التفاصيل نرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ووضع لايك للفيديو إذا أعجبكم. اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم يوم الثلاثاء قرارا ضد حكم مباراة أوساسونا وريال مدريد خوسي لويس مونويرا مونتيرو. وتعادل أوساسونا وريال مدريد يوم السبت الماضي على ملعب الصدار بهدف لمثله في لقاء شهد العديد من الحالات التحكيمية. وشهدت المباراة طرد جود بيليغهام نجم ريال مدريد بعدما تفوه بألفاظ نابية تجاه الحكم لويس مونتيرو، بينما أكد اللاعب أن الأمر سوء تفاهم بسبب اختلاف اللغة. وقال الاتحاد في بيانه: تقوم لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتحليل المعلومات المتعلقة بحكم الدرجة الأولى خوسي لويس مونويرا مونتيرو وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة. وأضاف: تطبيقا لقواعد الحوكمة الرشيدة التي تحكم جميع تصرفات الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، بدأت لجنة التحقيق التنظيمي في تحليل جميع المعلومات التي ظهرت بشأنه. وتابع البيان: ويقدم الحكم الدولي الذي تم إبلاغه منذ بداية التحقيق كل الوثائق التي طلبها منه الاتحاد الإسباني حتى الآن. وختم البيان: بمجرد الانتهاء من هذا التحقيق الذي سيتم تنفيذه مع كافة الضمانات اللازمة سيتم الإعلان عن النتائج. وخلال هذه الفترة لن تقوم اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتعيينه لتولي تحكيم أي مباراة. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.